فرق النظرية عن الفرضية. الفرضية هي فكرة أو معلومة تم طرحها لكن لا تحمل من الأدلة والبراهين اللي تدعمها، سواء كانت الأدلة أحفوريات، مشاهدات صورية، تجارب مختبرية، تجارب علمية وإلى آخره. فهي فكرة غير مدعمة بالأدلة. أما النظرية هي حقيقة علمية. يعني هواي أشوف ناس يقولون هي مجرد نظرية. النظرية هي حقيقة علمية، ولازم نفرق بين الفرضية والنظرية. الفرضية غير مثبتة، النظرية مثبتة ويتم الاشتغال بها علميا. فكل ما نعرفه اليوم عن قوانين الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، قوانين الطبيعة هي نظريات. فالتطور نظرية، النسبية نظرية، الجاذبية نظرية، قوانين نيوتن للحركة هي نظريات. فالنظرية هي حقيقة علمية مثبتة بالأدلة والبراهين، سواء تكون أحفوريات، تجارب مختبرية، تجارب علمية، تجارب رياضية، قوانين طبيعية وإلى آخره. إذن الفكرة تنشأ فكرة، ثم عندما تصبح أكثر منطقية تتحول إلى فرضية، وعندما يتم دعمها بالأدلة والبراهين تصبح نظرية، وهنا يتم الاشتغال عليها.